السلام عليكم، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم بطيبيطات اولا ميني بطبوط بحشوه اللي كتجي لذيذه، وكذلك الشكل تاعو حتى هو كيجي زوين. تابعوا معايا الفيديو باش تشوفوا طريقه التحضير وكذلك الطريقه باش كيجي بهذا الشكل. اول حاجه غادي نبدا بها، غادي نحضر الحشوه هي الاولى باش كنخليها تبرد ليا تماما على ما كنحضر العجين. بالنسبه للمقادير ديال الحشوه كيف ما كتشوفوا معايا، عندي الكفته والكميه كتبقى على حسب الرغبه، 200 غرام ولا 300 غرام اولا 400 غرام اولا كتر اولا قل على حسب اللي بغيتو. بصله كبيره مقطعه مربعات، والشعريه الصينيه انا رقدتها من قبل في الماء سخون ومن بعد صفيتها وقطعتها، وكتبقى اختياريه، يمكن لكم تستغناو عليها وما ديروهاش. جوج حبات من القرعه الخضراء او الكوسه محكوكين بهذا الشكل، جوج حبات من الجزر حتى هما محكوكين بهذا الشكل، وجوج معالق كبار من القزبر والمعدنوس مقطعين، وعندي الفرماج الموزاريلا والفرماج الاحمر، والكميه كتبقى على حسب الرغبه، وجوج الفصوص من الثوم. بالنسبة للبهارات عندي ملعقة كبيرة فلفل أحمر أو تحميرة، البابريكا، ملعقة صغيرة سكينجبير زنجبيل، ملعقة صغيرة كمون، ملعقة صغيرة كركم، ونصف ملعقة صغيرة لبزار الفلفل الأسود، والملح كتبقى على حسب الذوق. غادي نوضع مقلة فوق النار ونضيف ليها القليل من الزيت، زيت الزيتون أو الزيت النباتية، ومن بعد غادي نضيف البصلة ونخليها تقلى شوية. ومن بعد كنضيف ليها الثوم، وغادي نضيف الكفته ونبقى نحركها بحال كنفتتها حتى كتقلى الكفته. بعد ما تقلات الكفته ضفت الجزر والقرعه كوسه، وغادي نخلط الكل ونخلي الكل يتقلى. من بعد كنضيف الملح والبهارات ونخلط الكل حتى كتنسجم لينا جميع المكونات. ثم كنضيف الشعريه الصينيه ونخلط الكل تقريبا دقيقه او دقيقتين وكنطفي النار. وكيف قلت لكم يمكن لكم تستغناو عليها وما ديروهاش، يعني ماشي ضروريه. وكنخلو الحشوه تبرد شويه، ثم كنضيفوا ليها الفرماج وكنضيفوا من بعد القزبر والمعدنوس، وكنخلوها تبرد تماما على ما كنحضر العجين. بالنسبه للعجين عندي 350 غرام الدقيق الابيض و350 غرام ديال الدقيق الفينو او السميد الناعم، وملعقه كبيره خميره جافه اللي غادي ندوبها في كاس ديال الماء دافي، مع ملعقه كبيره سكر. نخلط الكل ونخليها تفاعل على ما نحضر باقي المكونات. وفي بول العجانه غادي نضيف دقيق الفينو والدقيق الابيض نخلطهم، ثم نضيف ملعقه صغيره ملح او لا حسب الذوق، وجوج معالق كبار من الزيت النباتيه او زيت الزيتون. ثم كنضيف خليط الخميره ونعجن الكل. نبقى نضيف الماء
دافي شويه بشويه حتى كنحصلوا على عجينه اللي كتكون مرخوفه شويه بحال كيف كتشوفوا. هذا هو قوام العجينه. من بعد كنغطيها وكنخليها حتى كتخمر ويتضاعف حجمها. من بعد ما خمرات العجين غادي نرش سطح العمل بالطحين، وغادي نحاول نخرج من العجين الهواء اللي كيكون فيها، ثم غنشكلها بهذا الشكل ونقطعها لربعة القطع. من بعد غادي نشكلهم على شكل كريتات. من بعد غادي ناخذ وحده ونسرحها بهذا الشكل. من بعد ما سرحت الاولى غادي ناخذ وحده ثانيه ونسرحها بنفس الشكل. بعد ما سرحتها ما تكونش رقيقه بزاف، غادي نبدا نعلمها كدوائر باش غادي نحط فيهم الحشوه، وغادي نحط الحشوه في الاماكن ديال الدوائر. ثم غادي ندير الماء من الجوانب باش تلصق لينا العجين. ملي نحطوا العجين الثانيه فوقها بسرعه تلصق لينا. وغادي نغطيها بالعجين الثانيه، وغادي نقطعها دوائر. ومن بعد ما قطعتهم غادي نحاول نقادهم، واللي لقيتها محلوله شويه نسدها، ومن بعد كنرتبهم في طاوه اللي كتكون مرشوشه بالطحين. وغادي نخليهم نغطيهم ونخليهم على ما كنكمل باقي العجين. والعجين اللي بقى ليا كنشكلوه حتى هو كريسات، وبنفس الطريقه حتى كنكمل كل عجين وكنعمر كل البطيبيطات اللي عندي. ومباشره كيف كنكمل كنطيبهم لان العجين اصلا كتكون خامره. وكنطيبهم في مقله اللي كنكون مسخناها من قبل. وكنبقى نقلبهم حتى كيطيبوا من الجويه بجوج. ومن بعد ما كيطيبوا كنوقفهم بهذا الشكل، وكنبقى ندورهم بهذه الطريقه باش كيعطيوني هذاك الشكل اللي شفتو. هذه هي طريقتي باش كنطيب انا هاد البطيبيطات او ميني بطبوط، كيجي منظرهم زوين. ومن بعد كنحيدهم من فوق المقله، وبنفس الطريقه كنطيب باقي البطيبيطات اللي عندي.
وهذا الميني بطبوط بعد ما كملته في الطياب. كنتمنى يعجبكم وتجربوه، وإلا عجبكم ما تنسوش تشاركوه مع الأهل والأصدقاء. وشكرا على المتابعة، وإلى فيديو قادم بحول الله، ودمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم.